أستاذة جيهان، بحييكي وبحيي فريق العمل وبحيي كل مستمعينا الكرام، وأقول لكم يا رب صباح مشرق بالأمل والتفاؤل والسعادة ان شاء الله. طبعا احنا خدناكي انت بتستعدي دلوقتي عشان تجهزي الفقره ان شاء الله من خلال تلفزيون الاسكندريه القناه الخامسه، فاحنا يعني طبعا لينا كمان الاولويه مهما كنتي تقدمي لنا حاجات جديده. صدقيني انا ببقى سعيده جدا وانا بتكلم معاكم، وخلاص بقيت بنت اذاعه وسط الدلتا، يعني مش تلفزيون اسكندريه بس. اكيد، وطالما احنا قلنا المره اللي فاتت انت بنتي المنصوره فانت تبع الدلتا ايضا. الحقيقه هو والدي من المنصوره، ويعني انا متخرجه من تجاره عين شمس، ويعني اقمت في اسكندريه علشان جوزي ضابط بحري تجاري، فاستقرينا من 20 سنه في اسكندريه، وعندي بناتي الاثنين اتخرجوا من الجامعه من جامعه اسكندريه برضه. ده شيء يسعدنا. ما احنا بنتكلم النهارده عن العلاقه بين الحماه وبين زوجة الابنه. يعني كلميني كده قبل ما تقولي لنا هتقدمي لنا النهارده ايه، واحنا متفقين هتعملي حاجه زي اصول اللياقه او الاتيكيت معامله الحماه. ايه علاقتك بحماتك او كانت شكل العلاقه ايه؟ والله انا عايزه اقول لك ان مفيش احسن من المعروف وكلمه طيبه تأثر بيها اي قلب، اي قلب في الدنيا تأثريه بالكلمه الحنينه بالمعامله الطيبه. حماتك، اخوات جوزك، صديقاتك، زمايلك في العمل. فانا هبتدي كلامي ببيت شعر انا حقيقي يعني صدقيني من كل قلبي بقول لك انا مؤمنه بيه وبطبقه في حياتي اليوميه. بيقول إن نفسا لم يشرق الحب فيها هي نفس لم تدري ما معناها. أنا بالحب قد عرفت نفسي وبالحب قد عرفت الله. جميل. الحب لما بيملى القلب بيخلي الحما تبقى زي الأم بالظبط. طيب أنا بس عايزة أتكلم عن حاجة. الحما يعني ست كبيرة في السن أيا كان العمر، فهي أكيد أكبر من زوجة الابنة. أكيد طبعا. أحيانا بتحس إن عندها خبرات أكتر بكتير من زوجة بنتها. ممكن يكون مش نوع من التطفل، لكن هي إحساسها إنها زي أمها، فبتقول لها رأيها، يعني خلي بالك من كذا، اعملي كذا. يعني أنا هقول لحضرتك على حاجة، هي دلوقتي هي مش أم، ما هي أم فعلا، ما هي أم جوز، يعني هي بالفعل أم، ده مش لقب اكتسبته. أنا عاوز أوصل بس ليه زوجة الابن أحيانا كتير بتاخد الأمر على إنه نوع من النصيحة، نوع من الإرشاد، اسمعي الكلام، خدي رأيي. ليه زوجة الابن تاخدها على أساس كده؟ أنا هقول لحضرتك على حاجة. البداية بتيجي دايما من عند الكبير، يعني حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يرحم كبيره صغيره ومن لم يوقر صغيره كبيره. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي داخله في اسره جديده، انا لسه عروسه جديده، حماتي هي في منزله امي او هي بالفعل الام الثانيه ليا. طيب ما انا لو داخله ومصفيه قلبي وقلبي كله حب وعشق للست دي اللي انا هتجوز ابنها، اللي انا وافقت ان انا اكون شريكة حياة ابنها، طب ما هي اللي وصلته انه يبقى الانسان المحترم اللي انا حبيته بفضل الله وفضل تربيتها. ليه اجحدها؟ ليه ادخل معاها في معركة انا الخسرانة فيها؟ ده هي لولا ان هي احسنت تربيه ابنها ما كنتش انا حبيته واتجوزته. تمام. يعني فخلينا من البدايه نحط الارضيه الجميله دي. اذا حسن المعامله من البدايه، حتى ولو كانت الحماه ما ابدتش هي حسن المعامله، عليك انك انت تحاولي تغيري العلاقه. بصي يا استاذه جيهان، انا البنت او العروسه الجديده، انا اللي لسه صغيره، انا اللي عليا اكتسب ثقة الحما. ليه؟ لان انا اللي عليا ان انا اتودد لها. هقول لك على حاجات بسيطه، نقط 1 2 3 لو العروسه عملتها ممكن تكسب قلب حماتها. بمعنى مثلا في زياره، لا تقول لها اولا بلاش كلمه طنط ولا حماتي، خلينا نقول يا ماما، عشان دي اول طريق لفتح قلب اي ام في الدنيا. اني الاقي، يعني انا عندي بنتين اتمنى جواز بناتي يقول لي يا ماما على طول، هيدخل قلبي. يعني في البدايه لازم هيدخل قلبي، ابتدي اقول لها يا ماما. حاجه التانية، اسال خطيبي هي ماما بتحب ايه، بتحب تلبس ايه، الالوان اللي بتحبها ايه، اكسسواراتها ايه، طب في الاكل اعمل لها اكله ايه، واخد معايا هديه جميله مهما كانت قيمتها الماديه منخفضه او مرتفع حسب ميزانيتي. مجرد احساس ان انا فاكراكي او ان انا احباكي، حب واللمسه الحنينه والحضن، واخدها احتويها وبصدق. انا على فكره ضد التكلف تماما، انه طبعي في الحياه ان انا طبيعيه جدا واحب من قلبي واخلص من قلبي. فانا احسس الست دي ان انا بحبك من قلبي، بحبك.
الهديه دي مجرد رمز يا ماما، انت قيمتك عندي كبيره، حضرتك قيمتك عندي كبيره، لكن انا بفتكرك بس بالهديه دي. واسالها واسال خطيبي بتحب حاجه اجيبها لها معايا هديه، في مناسبه هي بتحبها اخدها ونروح. يعني مثلا ايه المانع ان في العيد اقول لها يلا يا ماما هنخرج احنا الثلاثه نتفسح، انا وخطيبي، واخد حماتي، عشان هي دي اللي هتفتح لي باب السعاده. تمام. يعني التواصل مع الحماة، أيوة. يعني ايا كان، سواء كانت بتتذكر عيد ميلادها، مناسبه معينه. طبعا انت ذكرتي كمان حاجه جميله، ان يكون في حتى تحاول انها تفهم حماتها اكتر، بتحب ايه، بتكره ايه، على اساس ما تاني مره او في اللحظات القادمه ما تحاولش انها تغضبها باي تصرف من التصرفات. وفي ملاحظه انا هضيفها بعد اذنك بسرعه، هلفت نظر بس كل عروسه ان ساعات في بعض الحموات يعني بيبقى عندهم حب تملك شويه، بتحس ان العروسه دي جايه تخطف ابنها. فانا اتغلب على النقطه دي ازاي؟ اتغلب عليها ازاي؟ انا اديها وضعها، انا اخليها هي تشعر بالبرستيج بتاعها هي قبليه. يعني مثلا جينا نركب، اتفضلي حضرتك قبليه، مثلا في راي، ايه رايك يا ماما، ايه رايك، انا عايزه اخد رايك، ايه رايك في الموضوع ده، طب اتصرف فيه ازاي، ده احنا كنا بنتناقش مثلا انا وخطيبي وعايزه اخد راي حضرتك، تنصحينا بايه؟ بس هو في نقطه يا مها، يعني هل هتاخد رايها وتنفذه، ولا هتاخد رايها لمجرد الراي والسلام؟ لا، ما انا هقول لك على حاجه. انا هاخد راي حماتي اللي هتقول لي عليه، همشيه لو هو على هوايا او مش على هوايا. لو مش على هوايا يبقى لازم في الحاله دي اتناقش معاها واقول لها انا ليه اعترضت. خلي بالك علشان ما تحسش ان انا عامله زي الشريك المخالف. وبعدين خلي بالك كمان، اصل في نقطه كمان، يعني مجرد ان انا كل مره ما اقول لحماتي ايه رايك، حماتي تقول لي كذا كذا كذا، خلاص انا موافقه طول الخط. في لحظه من اللحظات لو حبيت ان انا اخد رايي وانا رايي الاصوب، حماتي هتزعل مني. بس انا هقول لحضرتك على حاجه، ركك على الاسلوب اللي بتتكلمي بيه. انت حضرتك بتتكلمي معاها باسلوب لبق ولطيف، هتقولي لها والله يا ماما رايك صح، بصي خلي بالك الطلعه الاولانيه بتاعه المدخل زي بالظبط ما بتكوني طالعه بالعربيه اولاني تاني وبتوصلي للرابع بالتدريج. انا هدخل مع حماتي اول كلمه اقولها لها عندك حق يا ماما، سواء هي صح او غلط، عندك حق يا ماما، بس تعرفي حضرتك انا مش هقدر اعمل كده عشان ايه كذا وكذا. تمام. يبقى اذا يعني الاسلوب اللبق، اسلوب اللبق هو اللي فعلا بيحسن المعامله. طبعا. وبعدين الكلمه الطيبه صدقه. اول واخر حاجه نختم بيها كلامنا ان الكلمه الطيبه صدقه. جميل. اكتبيها تدعي لك دعوه حلوه وهيقعد لك. والله البنت اللي بتعامل حماتها، انا حماتي الله يرحمها لها 7 بنات، لها 7 بنات، والله كانت تقول لي يا ما انتي احن واغلى عندي من ال7. ليه؟ لان انا كنت بتعامل كده معاها. كل البنات اسمعوا فعلا نصائح جميله ومهمه بجد. ان شاء الله هتضمنوا بيها السعاده الزوجيه. كل عروسه النهارده بتسمعنا، وبنصح بناتي الاثنين انك انت اعتبري حماتك زي بالظبط. شوفي بتعامليني ازاي، بتحترميني ازاي، بتحبيني ازاي، وهديتها تروح قبليه. والله انا بقول لبناتي يوم ما تتجوزوا هديه عيد الام وديها لحماتك قبل ما تجيبي لي هديتي. يعني اعتقد ان عمر الام ما هتزعل ابدا لو زوجة، لو بنتها طبعا فضلت الحماه في الاول، لان في الاول وفي الاخر الاثنين امهات. ده بتنم عن تربيتك يا استاذه جيهان. انت بتودي بنتك في بيت، في اسره جديده، هي سفيره ليكي. انا بالزبط. بناتي لما هيروحوا بيوت جوازهم ان شاء الله هم عباره عن السفير اللي مها ربت ازاي. والله احسنوا المعامله يبقى مها ونعم التربيه، ما احسنوش يبقى انا اللي اسات واخطات في تربيته. جميل. يا رب كل الخير مها. يعني عايزين نكسب ود الحموات باكله حلوه كده او بطريقه حلوه. دول خيرنا وبركتنا يا استاذ. اكيد اكيد. هم خير وبركتنا وعلى راسنا من فوق. ربنا يسعدهم يا رب. انا هقول لك على يعني حاجتين ممكن مثلا العروسه تعملهم لحماتها، عشان احنا لازم نراعي ان كبر السن ما يلزموش ابدا الدهون الكتيره. فهنعمل اكله صحيه. عندك هديكي حاجتين بسرعه قوي ممكن العروسه تعملهم وتغلفهم بشكل ظريف وتاخدهم لحماتها. اول حاجه المشويات. المشويات خفيفه وسهله الهضم واكلات جميله للكبار والصغار. انا بقى هقول لحضرتك لو معاكي ورقه وقلم هديكي تتبيله جميله جدا لاي حاجه عايزه تشويها، سواء طيور او لحوم. هنشوي لحمه او فراخ او حمام. هقول لك على التتبيله دي. هي عباره عن ميه البصل. انا ببشر البصل اعصره كويس، اخد الميه بتاعته بس، وهحط عليها عصير طماطم ومعلقه كبيره سكر وخل، ومعلقه كبيره خل، ومعلقه كبيره زيت ذره.
هنقولها تاني: ميه بصله، عصير طماطمتين، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره خل، معلقه كبيره زيت الذره. بنضربهم مع بعض كده، بنخلطهم كويس، ونتبل بيهم بقى ايا كان اللي انا عايزه اشويه، اللحوم او طيور، واسيبها متغطيه في الثلاجه من 3 ل 4 ساعات. بعد كده بسخن الطاسه اللي ما بيلزقش فيها الاكل، او لو طبعا عندي جريل الشوايه، وبدهن الطاسه او الجريل بالزيت، وبحطها تاخد صدمه من الناحيتين، وتكمل سواها بعد كده في الفرن. ولو عايزه تديها نكهه المشويات اللي عند الحاتي، سخني فحمه على النار، وروحي حاطه ورقه فويل عليها معلقه سمنه جامده، يعني كوني حاطه السمنه في الثلاجه، وتروحي حاطه الفحمه وهي متوهجه على السمنه اللي هي المتلجه، هتطلع دخانه كبيره، وتروحي مغطيه على طول. يبقى انا قدمت لحماتي مشويات كانها من عند الحاتي بالظبط، واكله جميله من صنع ايديها، ولو دخلت عليها في الزياره وكلوا سوا، اعتقد انها برضه هتبقى القعده جميله واللمه جميله. بابتسامه حلوه تقول لها: بصي يا ماما، انا عشان عارفه انك بتحبي الصنف ده عملتهولك بايديا وحياه عينيا، وبوسه كده جميله وحنينه علشان اخلي حماتي ترضى عني وربنا يرضى عني. يا رب يسعد كل البنات وكل الاسر. برضه مسقعه، لو في حد بيحب المسقعه من حمواتنا او امهاتنا، بس احنا طبعا المسقعه دسمه جدا، بتتحمر في الزيت. لا، انا هقول لك الغي التحمير خالص، وقطعي البتنجان شرايح، وادهني كل بتنجانه يا دوب دهنه بسيطه خالص بالزيت، ان شاء الله بقطنه مدهونه زيت، ودخليها الفرن. هتدهنيها من الوشين البتنجانه كل واحده، وتحطيها في الفرن مع الفلفل نفس الوضع، شرايح ومدهونه زيت خفيف، تتشوي في الفرن، وتطلع يتحط لها العصاج، ويتحط لها ان كان بقى بشاميل او كاتشب، وشويه جبنه موتزاريلا على الوش، وتدخل في الفرن تحت الشوايه، وبألف هنا وشفا. لا عندنا كوليسترول ولا اتحمرت في الزيت. وللي عامل دايت الطريقه دي كمان جميله جدا. تمام، يعني لأحلى حما قدمنا لها أكلتين إن شاء الله يا رب كده. كل بنوتة داخلة على حماتها تاخد لها أكلة لذيذة بتحبها، أو يعني بطريقة جديدة تبتدع فيها، ومتالي اللمة جميلة واللمة بتفرح وبتسعد أكيد. بسيطة. أنا بشكرك جدا يا مها، ومنتظرين برامجك بقى معانا أو في التلفزيون. احنا يوم الاثنين إن شاء الله هنحتفل على الهواء في عيد ميلاد القناة 5، فالساعة 1:30 هنكون في احتفال على الهواء بإذن الله في قناة اسكندرية إن شاء الله. أسعدتيني جدا، وأنا سعيدة بالجمهور. أنا الأكثر سعادة بيكي، وكل لحظة والقناة 5 بألف نجاح إن شاء الله. أشكرك جدا يا مها، شكرا لك. متشكرة جدا، مع ألف سلامة. تصوري أتصور إيه لو غبت يوم راح يحصل إيه. تصوري أتصور إيه لو غبت يوم راح يحصل إيه. حدوب أدوب أنا دوب أدوب أدوب أدوب، حدوب في الشوق ما اقدرش عليه. معقولة دي؟ معقولة، واكتر كمان من كده بزمان.